حد محترم جدا يعني. مع محمد السعيد. لا احمد بلال. لا احمد بلال. لك الكلمه يا احمد. بدون مقاطعه ولا هنقوم نمشي ونسيبك تتكلم. هو الحقيقه انا شايف ان الحوار بدا يتحول الى خلط بين منصه اللجنه التنسيقيه بالظبط. احنا ما جبناش سيره منصات وهي اساسا، المنصه التي لم نتهمها باي شيء اطلاقا، ولا منصه اتهمناها اساسا. ومش عايزين نغفل ان الميدان كان فيه تقريبا 6 أو 7 منصات اخرى، وهي ومش كلها كمان اللي احنا بنتهمها. احنا بنتهم تقريبا 4 أو 5 منصات، الجماعه الاسلاميه والسلفيين وغيره، وبنقول ان واحنا بنتهمهم لسبب واحد بس، ان هم اتفقوا معانا اتفاق وخانوه. لو ما كانوش اتفقوا الاتفاق كان التحرير ملك للجميع. احنا ما نقدرش نحجره على فصيل معين او تيار معين، ولكن اختلفنا على انهم اتفقوا معا اتفاقا ثم نقضوه. الشيء الاخر اللي انا هتوافق فيه مع الاستاذ عادل فكره شعارات الثوره يجب ان تكون شعارات سياسيه، ويجب ان نبتعد عن المسلمات. يعني حتى فكره تطبيق الشريعه، النهارده في 5 أو 6 منصات اسلاميه في الميدان. قول لي هطبق الشريعه بتاع انهي منصه؟ وما حدش يقول لي كتاب الله وسنه رسول واحد، لان هناك اختلافات في التفسير وفي الاجتهاد، تمام، بين الجماعه الاسلاميه التي حملت السلاح يوما ما وبين السلفيين اللي استاذ محمد قال احنا لم نحمل السلاح اطلاقا. اذا هناك اختلافات، بين الاخوان وبين السلفيين وبين يعني كل التيارات الاسلاميه هناك اختلافات في التفسير، ولكل تيار اسلامي له مشايخه الذي يستقي منه او منهم الفتوى. وبالتالي يجب ان نعرف كمصريين ان نعرف باي شرع او باي اجتهاد او باي تفسير ستطبق الشريعه ده. بعض الفصائل كمان غيرت تفسيرها للشريعه. يعني في يوم من الايام كان الخروج على الحاكم بالسلاح، دلوقتي بالبرلمان. بالظبط. وبعض الفصائل حرموا الخروج على حسني مبارك، وعندما تغير حسني مبارك قال لك نخرج على اي حاكم بعد حسني مبارك مش مشكله. طيب، وبالتالي ده يحمل هذه الفصائل فكره ان انا لازم انزل الناس عند مطالبهم الاقتصاديه والاجتماعيه واقول لهم وجهه نظر الشريعه من وجهه نظري بتقول كذا، لان استخدام لفظ تحكيم شرع الله بدون الخوض في اي تفاصيل اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه هو خداع لجماهير الشعب المصري. قول لي هتطبق الشريعه ازاي في مساله الدعم على التصدير، وقول لي هتطبق الشريعه ازاي في مساله الدعم على الطاقه، وقول لي هتطبق الشريعه ازاي في مساله اتفاقيه الجاد. بس انا مش عايزك تضايقها قوي، لان لا انا مش بضايقها. لا أنا يعني هو كان من شرح فكره الشريعه كانت ردا على فكره المدنيه. لو سمحت اعذرني، انا بتكلم في مكان به مظاهره سياسيه، نعم، وفي ثوره سياسيه، ومش عايز اقول انها قامت في الاساس مدنيه، تمام. وبالتالي عندما اتوجه بخطابي الى جماهير الثوره وجماهير الشعب المصري يجب ان اقول له ان انا زي ما انا بقول حد ادنى الاجور 1200 جنيه، انا حد يساري واشتراكي مش هقول له بقول للناس حد ادنى الاجور كذا، ان انا عايز الحكومه تعمل 1 2 3 4. ده لا يرفع. مساله الماده الثانيه، كفى تلاعبا ولعبا بالماده الثانيه وبعقول المصريين. الماده الثانيه لم تكن مطروحه في المواد اللي تم الاستفتاء عليها في الاعلان الدستوري، ولا موجوده دلوقتي في المبادئ الحاكمه للدستور. الماده الثانيه انا واحد يساري، تمام، مش عايز اشيل الماده الثانيه، مش ضد الماده الثانيه من الدستور. وبالتالي كفى تلاعبا بعقول المصريين، كفايه لعب على الناس، كفايه استغلال لاسم ربنا، لان ربنا اقدس منك ومني ومن انك تستغل اسمه. الشيء الثالث مساله اللافتات التي تحمل حقائق ولا تحتمل اي خلاف على الاقل من المؤمنين بها. انا وجهه نظري انها تبعث برساله للجميع، لكل من يشاهد، ان هذا فريق لا اله الا الله، وهذا حزب الله وحزب الشيطان، وهذا فريق الشيطان. هي دي الفكره. انت جاي لان انت في البدايه صنفتني تصنيف ديني. في البدايه قلت ان انا ضد الماده الثانيه، انا مش ضد الماده الثانيه، وهذا كذب مش خداع بس، تمام. قلت ان انا بالمنطق تفكيرك ان احنا العلمانيين اللي احنا مش عايزين الدين اللي احنا الدين مكون اصيل من الشعوب، مكون الشعوب، احنا بنقول كده، تمام. وبالتالي كي يستمرون في خداع الشعب المصري وفي خداع كل من يراهم، يجب ان يقولوا ان احنا نازلين النهارده عشان لا اله الا الله محمد رسول الله.
ان احنا عايزين النهارده علشان بعض يعني الكلمات اللي هي اساسا لا خلاف عليها ولا جدال عليها. وانا كيساري لا ارفع هذه الحقائق لانها اساسا انا ضد اقحام الدين في السياسه، وبالتالي اتحول انا الى خندق الشيطان وهو الى خندق الله. الحاجه اخر نقطه انا عشان اعرف الوقت، هم 30 ثانيه. طيب كتير. فكره وحده الصف احنا مش ضدها اطلاقا، والا ما كناش رحنا قعدنا اتفقنا، ولكن يجب ان نعلم ان احنا لكل منا مرجعيته الفكريه والسياسيه وانحيازاته الاجتماعيه والاقتصاديه، وبالتالي وحده الصف لا تعني ان يذوب كل منا في الاخر. وحده الصف تعني ان يكون هناك حد ادنى من الاحترام السياسي، ان انا لا اجبرك على الاعتصام في التحرير وانت لا تجبرني على الخروج منه، وانت لا تحرض ضدي وتقول ان انا بدعو للبلطجه او العري او غيره. انا مشكلة عشان بس كده كفايه عشان انا عارف ان حضرتك مستعجل. لا يعني احنا عايزين يعني خدنا كل الاوقات. انا بشكركم جدا، نورتوني واطرتوا الحلقه والحوارات وكل المداخلات، فانا بشكركم والحوار ما انتهاش، احنا بنبتدي يا استاذ عادل. يعني حتى الخلاف اللي حصل وبان النهارده في التحرير وده اول خروج للجماعه السلفيه وبعض القوى الاسلاميه، فده مؤشر هيبقى على ارضيه الحوار مختلف. لما تقعدوا تناقشوا تاني هتبقى في ارضيه مختلفه. والهدف خلينا اقول نقطه اخيره. الحقيقه انا لا يعني عشان اسيبك تختم تودعني. لا الحقيقه انا يعني مختلف مع صديقي مجدي الجلاد. انا الحقيقه متفائل جدا باللي حصل. نمره واحد لانه في الحقيقه كتير من التيارات اللي كانت متشدده قدرت تغير نفسها مع المرونه والممارسه، هتقدر تتحول. النقطه الاهم في الحقيقه أن أي جسم حقيقي يجب أن ينتفض بما يسمى بالفاكسين. ما جرى الآن هو تطعيم حقيقي للقوى الوطنية والليبرالية والمدنية. إما أنها تتعلم بقى تاخد المسألة بجدية شوية وتتحالف أكتر مع بعض وتأتلف أكتر مع بعض وتتفاهم أكتر مع بعض، وإلا الحقيقة يبقى من حق أي حد يسيطر على الميدان ويسيطر على هذه الأمة. النقطة الحقيقة الثالثة أن هناك عنصر غائب، وهو كل منا يريد أن يكون في مكانه بالعمق. بمعنى علي أن أؤكد وجودي بالعمق وليس وجودي بالعرض، بأن ألغي من حولي. ولكن الحقيقة مهما قيل عن التوافق والتوحد فهذا كلام يعني مع قيمته الكبيرة المعنوية، لكنه لا يساوي ثمنه نطقا إذا لم تكن هناك أسس حقيقية اللي يخرج عنها تتقطع رقبته. بمعنى إذا كان هناك قانون يجب أن نحترمه، إذا مش عاجبنا نغيره. أنا بشكر حضراتكم جدا، ويمكن يبقى ختامها مسك. وبشكر صديقي خيري. انا اللي بشكرك انك النهارده ساعدتني وشلتني شلت انت تعبت النهارده. انا اشكرك ربنا يخليك. الاخيره رائعه، واحنا قاعدين دلوقتي مع الاستاذ عادل المفكر وليس المذيع. نعم هو لا خرجنا مشكور احنا في النهايه بس عايزين نقول كلمه واحده، ان احنا كلنا لازم نتوحد عشان نقدر نبني مصر. هي مصر واحده احنا هنروح ونيجي، فكلنا لازم نتوحد عشان نقدر نبني البلد دي. واللي مش هيتعلم يا استاذنا التاريخ هينسى باذن الله، اللي مش هيتعلم التاريخ هينسى. وهذه المشاهد الاخيره من ميدان التحرير الاسكندريه الان، وميدان قائد ابراهيم، ميدان ال40 والطريق المؤدي اليه. المسائل بدات تعود، التحرير ما زال مزدحما. كاميرا CBC ستظل في ميدان التحرير، هننتقل الى برامجنا ثم نعود بين فتره واخرى لتطل عيونكم على هذا الميدان العديد الذي يمثل شيئا كبيرا في وجدان المصريين. بعديه مباشرة وبعدين مباشرة رايحين لصفحة الرأي. عبد الرحمن يوسف هيقدم برنامجه الليلة من ميدان التحرير. شكرا. شكرا جزيلا.